دي واحدة حامل. الدكتور طلب منها شوية تحاليل بنسميهم طرش، وهم عبارة عن التوكسوبلازما، سيتوميجالو فيروس، روبيلا، هربس. يا ترى طلبهم ليه؟ قالك لأن ليهم علاقة بالإجهاض، وممكن تعمل مشاكل في الجنين، وممكن تجيب له تخلف عقلي زي ما هتشوف. فركز معايا ويلا نشرح كل واحد فيهم بالتفصيل الممل. حلقتنا النهاردة عن التوكسوبلازما، داء المقوسات او داء القطط. ايوه داء القطط. ركز بقى معايا. ده ديزيز بيتم الاصابه بيه عن طريق بروتوزوا، كائن وحيد الخليه، بنسميه توكسوبلازما جونداي. جميل. التوكسوبلازما دي بتصيب كل الماملز، كل الكائنات الحيه، انسان، حيوان، اي كائن حي هتصيبه التوكسوبلازما. وعشان كده هو واحد من اكتر البرازيت اللي منتشره في العالم. ده كمان بيكون موجود في السويل، موجود في التربه. بص، هو بيحب قوي وكيفه انه يروح يقعد فين؟ في السي اس اف، ويستقر فيه، وبالاخص في البرين، في المخ. وبيكون ليا كرونيك انفكشن، وبيأثر على الهارت والليفر. يا دي المصيبة. ده بص اللي جاية، بيأثر على الرؤية، وممكن يسبب التهابات كبيرة جدا في العين، وممكن يسبب ليا عمى، وممكن يسبب ليا فقدان للسمع. كل دي بتعمله التوكسوبلازما. قال لك طب خد دي في مرضى الاتش اي في، مرضى نقص المناعة اللي هم المصابين بالايدز، هيحصل لهم هيحصل لهم وفاة. الإصابة بالتوكسوبلازما بتكون إزاي؟ قالك عن طريق أكل اللحوم غير المطهية جيدا، أو النية اللي بيكون مصابة بالتوكسوبلازما، وكمان عن طريق الفيسز، الستول الخاص بالكات، القطط. جميل كده، نكمل مع بعض. ركز معايا، هو احنا بنتصاب بيه ازاي؟ قالك بص، لما القطة تتصاب بالتوكسوبلازما بتحصل عندي sexual stage of reproduction، بتكون في أمعاء القطة، وبينزل في الستول عندي اوسايتس، وده عبارة عن الطرق المعدي. فلو حصل تلوث ببراز القطة دي اللي موجود فيه الاوسايت للطعام او الشراب، هنا تحصل الإصابة. طيب تاني حاجة، قالك هو بيبقى موجود في التشو، في اللحمة. جميل كده. طيب لو انا جبت لحمة فيها تيشو سيست، جميل، وما طهيتهاش كويس او اكلتها نية، يحصل ايه؟ قالك يحصل الإصابة. حلو الكلام. بس في نقطة مهمة، ان المرض ده ما بيتنقلش من انسان لانسان. حلو الكلام. ولكن بيتنقل من الام للجنين. فركز معايا. المرض ده بيصيب اتنين من البني ادمين: واحد عنده نقص في المناعة أو مشكلة في المناعة، اتنين الست الحامل. الست الحامل أثناء فترة الحمل لو حصل لها إصابة بالتوكسوبلازما، في خطر على الجنين، ممكن يصاب بالتخلف العقلي، وكمان ممكن يحصل فيه مشكلة في حجم راس الجنين، يا إما إنها تصغر نتيجة لضمور خلايا المخ، يا إما إن راسه تكبر نتيجة لأن السائل اللي موجود عندي ضغط، ووسائل السي اس اف ضغط على الجمجمة فزود حجم الجمجمة. طيب لو تمت الإصابة في أول 3 شهور وما اتعالجتش الأم، احتمالية إصابة الجنين بتكون من 14 ل 17%. طب لو الإصابة بعد 3 شهور من الحمل، احتمالية إصابة الجنين بتكون من 59 ل 65%. طب هي ليه زادت أوي كده؟ ده اللي هتعرفه دلوقتي. تعال اقول لك شوية الاعراض اللي هتشوفها على مريض التوكسوبلازما. ركز معايا. اول حاجة سويلنج للليمف نود، يعني انتفاخ في الغدد الليمفاوية. كمان فيفر، سخونية، ونايت سويت، عرق بالليل، وبادي اش، وبعض الاحيان بيحصل صور صوت. طب ازاي نشخص التوكسوبلازما؟ قالك بواحدة من اتنين، يا اما البي سي ار يا اما السيرولوجيكال تيست. جميل. طب في السيرولوجيكال تيست هنعمل الاي جي ام والاي جي اي والاي جي جي. ركز معايا. لو الاي جي ام والاي جي اي طلعت بوزيتيف فده معناه اصابه حديثه، ولو الاي جي جي طلعت بوزيتيف ده معناه اصابه قديمه، ولو الاي جي جي طلعت بوزيتيف لازم نعيد التحليل بعد 10 ل 14 يوم ونشوف النتيجه. لو حصل دبليكيشن للنتيجه فهنا الاصابه بتتكرر، ولو فضل التتر زي ما هو فهنا ما عندوش مشكلة وكان مريض قبل كده بالتوكسوبلازما. وعشان كده لازم تشتغل التوكسوبلازما عن طريق تقنية الإلايزر.
ركز معايا، هي ليه نسبة الإصابة احتماليتها بتزيد مع مرور الوقت في الحمل؟ قالك بكل بساطة لأن في أول الحمل ما بيكونش حصل عندي تكوين للبلاسينتا للمشيمة، وبالتالي مش هتحصل الإصابة. بس خد المعلومة دي، لو حصل إصابة في أول الحمل مستحيل الحمل ده يكمل، لازم هيحصل إجهاض abortion. حلو الكلام. ولكن مع مرور الوقت بتتكون البلاسينتا، وبالتالي بتبدأ تحصل الإصابة عندي، وعشان كده نسبتها زادت عندي في التوقعات. طب ركز معايا في المعلومة دي، لو طفل لسه مولود عملت له تحليل توكسوبلازما ولقيت الاي جي ام ايجابي، ده معناه ايه؟ قالك ده معناه ان الطفل ده مليون في المية مصاب. ركز بقى معايا كده وصلي على النبي. انا دلوقتي عندي الاي جي ام ملوش ريسبتور على البلاسينتا. طب وانت عاوز تقول ايه؟ عاوز اقولك ان هو ما بيعديش البلاسينتا، وبالتالي مش هيدخل للجنين. ففي حالة وجود الاي جي ام بوزيتيف، ده معناه ان الطفل هو اللي اتصاب، وجهاز المناعي الخاص بالطفل ده طلع اجسام مضادة ضد التوكسوبلازما. على عكس لو لقيت الاي جي جي ليه ريسبتور موجودة على البلاسينتا، وبالتالي ممكن يتنقل عن طريق الام. دي كانت حلقة النهاردة في التوكسوبلازما. اتمنى الحلقة تكون مفيدة، ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو، شير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم كابتن اناليس.